السلام عليكم ورحمة الله، يسعد أوقاتكم. بحب رحب فيكم وبرحب بكل مشترك جديد نور قناتي. بتمنى دائما تكونوا بخير يا رب. وبسم الله بنبدأ فيديو اليوم. وصفتنا لليوم هي سندويشات الدجاج من ألذ الوصفات السهلة وسريعة يلي ما بتاخد معاكم وقت، بالذات إذا كنتم محتارين بوجبة الغداء أو العشاء. وهلأ خلونا ننتقل لطريقة التحضير. بداية لتحضير وصفتنا بطواية غير لاصقة نزلت 3 معالق كبيرة من الزيت ومعلقة كبيرة من الزبدة. رح أترك الزبدة لحتى تسوح شوي، بعد هيك رح أنزل عليها بحبة بصل كبيرة قطعتها شرايح رفيعة بهذا الشكل. هلأ بدي أقلب البصلة شوي بس لحتى تدبل معي البصلة من دون ما يتغير معانا لونها. بعد هيك رح أنزل عليها بحبتين من الثوم وحبة كبيرة من الفلفل الحار، اختياري فيكن تلغوها. رح أقلبهم شوي بس لحتى تطلع معي ريحة الثوم بدون ما يتغير لونها. بعد هيك بدي أحتاج لكيلو من صدور الدجاج قطعتها أصابع رفيعة بهذا الشكل، وراح أنزلها على البصل والفليفلة. فيكن تقطعوها بالطريقة يلي بتفضلوها. هلأ على نار عالية جدا راح أقلب الدجاج لحتى يتغير معاي لونه، وكونوا حريصين على إنه النار تكون عالية لحتى الدجاج ما ينزل الماء يلي فيه. راح أستمر بالتقليب لحتى يتغير معاي الدجاج لونه للون الأبيض. وقت أوصل لهاي المرحلة هون شوفوا ما شاء الله لون الدجاج معاي كيف، بس نزل كمية بسيطة من السائل ما بيأثر رح تنشف معانا. بعد هيك بدي أحتاج لحبة فليفلة خضرا كبيرة وحبة فليفلة صفرا، فيكن تختاروا اللون اللي بتفضلوه أو بس لون واحد. وراح أحتاج لنصف معلقة صغيرة فلفل، نصف معلقة صغيرة بابريكا، نصف معلقة صغيرة كركم، معلقتين صغار من الملح، معلقة كبيرة من البهارات المشكلة، وربع معلقة صغيرة من الهيل. قلبت كل مكوناتي مع بعضها لحتى أتأكد إنهم اختلطوا تماما. بعد هيك رح أوطي عليه وغطيه وأتركه لحتى تستوي. وهذا هو شكل الدجاج بعد ما استوى معانا وجفت معانا كل السوائل. شوفوا ما شاء الله طالعة نتيجته معانا بتشهي. هلا بدنا ننتقل للف سندويشات الدجاج. هلا لحتى نحضر سندويشات الدجاج أنا استخدمت الخبز العربي الحجم الكبير، فيكم تستخدموا أي نوع من أنواع الخبز يلي بتفضلوها. جهزت كمية بسيطة من البطاطا المقلية ومخلل الخيار وحشوة الدجاج يلي جهزناها. بعد هيك ضفت على الخبز كمية بسيطة من المايونيز، وراح أنزل عليها بحشوة الدجاج اللي جهزتها والمخلل والبطاطا. طبعا فيكم تضيفوا أي إضافات بتفضلوها غير المايونيز، فيكم تضيفوا كاتشب، ماستر، جبنة، أي إضافة بتفضلوها. راح أستمر بنفس الطريقة لحتى أحضر كل سندويشات الدجاج يلي معاي. وهلأ بعد ما أنهيت لف كل سندويشات الدجاج بجريل ساخنة نزلت معلقتين كبار من الزيت النباتي، فيكن تنزلوا الزبدة. راح أنزل فيها سندويشاتي، راح ألكها بالزيت من الجهتين. بعد هيك بدي أضغطها بأي أداة متوفرة عندكم لحتى تنكبس معانا وتاخد شكل الجريل. بستناها لحتى تتحمر من أول طرف، برجع بقلب على الطرف التاني لحتى تاخد معانا اللون الذهبي الحلو. بعد هيك برفعها عن النار. شوفوا ما شاء الله نتيجتها طالعة روعة. وهيك بتكون جهزت معانا وصفتنا لليوم سندويشات الدجاج من أسهل وأسرع وصفات الدجاج اللي ممكن تجربوها. وبس، وفضلا لا تنسوا لي اللايك والتعليق والاشتراك بالقناة إذا لسه ما اشتركتوا، وتفعيل جرس التنبيهات لحتى يوصلكم كل شي جديد بنزله. وما بيمنع من مشاركة الفيديو مع أصحابكم. صحتين وهنا يا رب، وشكرا لحسن المتابعة.